السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد على الابواب. النهارده هنعمل مع بعض كحك حلو جدا بكل اسراره وتكاته. وازاي الكحك يطلع معاكي ناجح من اول مرة، ويبقى كحك كده دايب وناعم. بيدوب كده في بق اول ما تاكليه، ويطلع معاكي ناجح، مش هيفشل منك ابدا. تابعي المقادير بالظبط زي ما انا هعملها بالظبط معاكم. هيطلع معاكي الكحكايه، الرسمه بتاعتها هتبقى جميله كمان. مش هتروح منك. الكحكه هتفضل برسمتها لغايه ما تستوي وتقدميها، الرسمه هتفضل زي ما هي. يلا نصلي على سيدنا محمد ونشوف مقاديرنا. انا معايا هنا دقيق جميع الاغراض او استخراج 72، معايا كيلو ونص من الدقيق، 4 معالق من سمسم متحمص، ومعلقه كبيره من ريحه الكحك، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعايا نص معلقه من الخميره. معايا هنا 825 حوالي 825 جرام من 550 جرام سمنه جنة، حطيت عليهم 325 جرام من السمنه البلدي جنة، وعليهم 4 معالق 325 كيس فانيليا جرام. وبدات ان انا ابس بقى العجين بتاعي، بعمله على البارد علشان يبقى كده. لو ما فيش سمنه خفيفه على المعده، هاتي ريحه السمنه البلدي كحك بارد وحطيها خفيفه على المعده على افضل من الكحك السمنه البلدي. بدات ان انا طبعا ومعايا 350 جرام حليب على لبن، وبعد ما بسيت الكحك بتاعي حوالي ربع ساعه في مسكته كويس جدا. بدات ان انا اقلل من العجينه بتاعتي علشان طبعا كله يتشرب من المواد السائله. اهم حاجه في عمليه 350 جرام بس بتاع الحليب. لو طبعا اختبرت العجينه بتاعتك انها ما تطلع معاكي كحك اي حاجه جميل جدا، العجينه بتاعتي ناجحه جدا. دوب كده في بدات ان انا معايا، لكن لو ما تبسش مش هيطلع معاكي، يطلع ناشف كده زي عين الجمل او حلو خالص. طبعا معايا شويه نشا عشان معايا قابل ايديا، نص معلقه من الخميره الصغيره. بدات ان انا افرغ كده صغيره، اخد كوره من العجينه صغيره كده على قد حجم لميت العجينه كلها، ومفرغه كاني بعمل كده كوبايه كوبيبه، وبدخل جواها كده زي ما انتم شايفين وحده الملبن. وبعمل المنقاش بقى بالشكل اللي انتم شايفينه. يا رب تكون النقشه ظاهره قدامكم للي لسه ما بيعرفش يعمل بالمنقاش. بجد حاجه ممتعه جدا النقش بالمنقاش غير البصامه. انا ما بحبش اعمل بالبصامه بجد، بحس كده ان انا ما عملتش كحك ولا اي حاجه. المنقاش بجد بيبقى حلو جدا. انا بوريكم هنا بعد ما خلصت كده صاج عملته الرسمه دي، بوريكم الشكل عامل ازاي، ونعمل مع بعض كده كام واحده. ببطأت معاكم التصوير علشان تاخدوا بالكم من النقش ازاي للي لسه ما بيعرفش ينقش بالمنقاش. سهل جدا وبسيطة، وشكلها جميل جدا لما بترسمي كده بالمنقاش كده. يا سلام، بتبقى حاجة جميلة لما بتعملي. هو الرسمة كده بتيجي في دماغك، ما بتبقيش محضرة ولا اي حاجة، بتطلع معاكي حلوة جدا. شايفين الشكل ده كمان؟ هوريكم. بصوا، باخد كده خط بالطول، واخد كده بالورب كده برضو خطوط كده بالمنقاش. وبعد ما اخلصها باخد داير ما يدور الكحكه بتاعتي. شكلها حلو قوي وجميله، ورسمتها حلوه جدا. اتمنى كده يكون الفيديو يا رب كده ظاهر، ولو تستفادوا باي معلومه. واتمنى كده تعملوا لايك بقى للفيديو، وتعملوا لايكات كتير جدا، لان بجد الفيديو ما بيظهرش الا باللايكات بتاعتكم الجميله. فما تبخلوش عليا باللايكات وتعليق كده حلو منكم، عشان ده بيساعدني جدا. لما بلاقي اي تعليق منكم ببقى فرحانه جدا، وانتوا كاتبين لي اي كومنت منكم. بدات ان انا كده جبت اي علبه، عندي علب بتاعت الحلويات ما برميهاش، بخليها بحتفظ بيها. عندك بقى علبة بلاستيك، اي علبة تحطي فيها الكحك. بوريكم هنا ان الرسمة فضلت زي ما هي، ولا راحت ولا اي حاجة. بقطع كيس من التلاجة وبحطه في قاع العلبة، وابتدي ان انا ارص الكحك بتاعي بالشكل ده. وقت لما احتاج، ما بحطش سكر دلوقتي، بحط السكر ساعة التقديم لما اكون بقدم النواعم. بحط السكر. اتمنى يكون يا رب الفيديو عجبكم. كل سنه وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش بقى في اشتراك في القناه وتفعيل الجرس للكل، عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد من عندي. كل سنه وانتم طيبين، ورب يجعل ايامكم كلها اعياد في اعياد.